موضوع تجديد أحمد فتوح. الناس كلها عمالة تسأل ايه اللي بيحصل في ملف أحمد فتوح، خاصة انه ملف فيه تضارب كبير جدا في المصادر، في الكلام اللي بيتقال، في كل التوضيحات اللي تخص الموضوع من داخل نادي الزمالك. يعني في ناس بتقول هو قريب من التجديد، في ناس بتقول لا، في مسافة شوية وهو مش هيقدر يجدد او مش هيجدد مع الزمالك لان المبلغ اللي طالبه كبير جدا، وفي ناس تالتة بتقول هو بيتفاوض مع نادي داخل مصر وهو النادي الأهلي، وبالتالي هو الراجل مش عايز يكمل. الصح فين في كل الموضوع ده؟ ان الراجل موضوعه مش هيتحسم غير بمجلس إدارة جديد للزمالك. طب واحد هيقول يا جماعة، طب والكلام اللي منتشر عن الأرقام اللي هو بيقول أنا عايز 7 أضعاف، وإنه بياخد رقم قليل جدا، وإنه عايز عقده يبقى قريب من عقد زيزو. انا شايف ان كل ده لغاية دلوقتي كلام ممكن يبقى فيه جزء صح، وممكن يكون انه فعلا عايز يعدل عقده، ده حقه، وعايز ياخد فلوس اللي هي كانت قديمة ليه برضو، ده حقه. لكن الارقام اللي بنسمع عنها، هل ظروف نادي الزمالك المالية تسمح ان الارقام دي تبقى موجودة؟ ده اللي هنشوفه لما يجي مجلس الإدارة القادم. طبعا في انتخابات يوم 20، بعدها هيبدأ حسم ملفات كتير. هتقولي طب ما في مرشحين طلعوا أكدوا انه الراجل هيبقى موجود في النادي، وارد انه يبقى في اتفاق، ووارد ان الموضوع يمشي انه هيكون اللاعب هيكمل. في اخبار قالت لا، ده مارسيل كولر ادى الضوء الاخضر للنادي الاهلي للتفاوض مع فتوح، خاصة ان علي معلول بدأ يكبر، فهيبقى بديل مثالي ليه في المكان ده. طبعا فتوح اضافة لأي فريق يبقى موجود فيه. على العموم هنشوف في يناير وفي الفترة الجاية فتوح هيبقى موجود فين.